لو بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب، ولو انت مش ابيض ما تقولش على السمر يع، لان جس وات انت لونك اسمر زينا، انت معانا في افريقيا. عارف لما تبقى في درجه بياض الاستاذه ياسمين عز مثلا، ساعتها ابقى اتكلم حقك. لكن انت اسمر، ابوك اسمر، الست الوالده سمراء، الابيضاني فينا لونه قمحي. انا بس مش عايزه نتخانق خناقه مش بتاعتنا، دي خناقه مستورده. تعالى هنا نتخانق خناقاتنا الطبيعيه اللي كلها رجاله وستات دي، والمراه تستطيع والراجل حسبي الله ونعم الوكيل. خناقه اللون دي عرفت ان احنا استوردناها من بره مع الاحتلال. كان الفلاح المصري تعرفه من على بعد وهو جاي عليك كده، سوء تغذيه واضح وبالتالي شحوب في الوجه، ومع وقفته ليل نهار في الشمس فبالتالي لون بشرته القمحي بيغمق درجتين. ومع ظهور طبقه الباشكاتب والفلاحين المتعلمين بدا المصريين يلاحظوا سمات الغنى الفاحش. افحش حاجه واحد انك تكون ابيض بياض محمر زي الملك فاروق كده والاسره المالكه كلها. اتنين مبقلص بقلصه كده سميناها بمرور الوقت عز. بس الكلام ده في المناطق الشعبيه ما كلش مع الناس، وكانوا شايفين ان البياض ده دليل على ضعف الرجوله والشهامه، وابن البلد لازم يكون اسمر. سمار الفنان محمد رمضان كده، مش هتلاقي مثلا محمد رمضان بيعمل دور رجل من طبقه ارستقراطيه. ليه؟ لونه مش لايق على عفش بيتهم. وفي نفس الوقت الست في المناطق الشعبيه مطالبه ان هي تكون بيضاء عذباء بلهاء. يا شباب نجيبه منين؟ ما على يدكم، انت اسمر وابويا اسمر، نجيبه منين البياض؟ وده اللي حلته المنصوره لما بداوا يتجوزوا من الاتراك والفرنسيين، وتمت عمليه شركسه النسل المصري بنجاح، فبقوا يجيبوا بنات وفقا لمعايير المجتمع المصري. واللي مش من المنصوره قدموا لهم الميك اب وكريمات بتفتح درجتين، والامهات توصي بناتهم من وهم صغيرين ما يمشوش في الشمس كتير، وان شاء الله مفيش سمار ولا حاجه. طب ليه بنعمل كده؟ هيفرق في ايه لونه؟ الفلاح المصري المتعلم كان طول الوقت بيتنصل من فلحه، رغم انه ما يعبوش على فكره. الفلاح المصري لقى انه لو بقى ابيض زي سيده ده هيقلل من رجولته في نظر المجتمع، فاكتفى بالكرش التركي المستورد مع الزواج من ست بيضه ملفوفه. والعمليه دي فيها شبه من شراء البراندات دلوقتي، انت معاك دليل مادي ملموس انك خلاص ما بقتش فلاح. لكن زي ما انت شايف الفلح فلح الفكر. انا عارفه ان نتفليكس مبهدله حياتنا بمشاكلهم اللي كلها الوان دي، عندنا مشاكل يا جماعه بره الشاشه تكفي وتفيض، تعالوا نتخانق عليها يمكن نلاقي لها حل. ما يلا نقعد في الحين عادي وكفايه مشاكل مستورده. ولما يكون حد اغمق منك بدرجتين ما تتنمرش عليه، علشان يا ذكي اللي بتعنصر بيه عليه هيلف يلف ويلزق فيك. كره واحده يا عسل، هنعمل ايه بقى؟ تخلصوا من في الحكم. اللي مش هيعمل شير للفيديو ده فلاح فلاحه.